الفيديو ده مهم جدا. يعني ايه كريتيكال باس؟ احنا طبعا عرفنا الكريتيكال باس وقلنا ان الكريتيكال باس هو المسار الحرج للمشروع اللي اي تأخير عليه بيأخر المشروع بمدة مماثلة. وقلنا برضو في تعريف اخر ان هو اللونجست باس للمشروع. طب ايه الفرق بين الكريتيكال باس واللونجست باس طالما هما اصلا في التعريف واحد؟ في فرق بين الكريتيكال باس واللونجست باس وفرق مهم جدا. هنوضح الفرق ده بأمثلة عملية دلوقتي. لو فرضا ان عندك مشروع زي ده مثلا، هنحط عليه must finish by. كونسترين طبيعي انك بتحطه مثلا لما يبقى عندك نهاية تعاقدية، هنقول مثلا ان هو بيخلص 1 ديسمبر. تمام. انت عندك مسارين. مسار دلوقتي، المسارين دلوقتي بيخلصوا كام؟ بيخلصوا 1 ديسمبر. فطبعا الاتنين بالنسبة لك ايه؟ كريتيكال. والاتنين برضو لونجست. لو فلترت على كريتيكال هيطلع لك هي دي الأنشطة كلها. لو فلترت على اللونجست هيطلع لك ايه؟ الأنشطة. حلو جدا. طب فرضا بقى هنقول ان النشاط ده بقى 15 15 يوم. فكده ده المسار ده عندك مسارين، احنا قلنا عندك مسارين، المسار ده خلص 7/12 انما المسار ده خلص 1/12. عايزين نفلتر على الكريتيكال ونفلتر على اللونجست. فلتر لي كده على الكريتيكال بس. طب ما كلهم كريتيكال، ما ده اتأخر وده اتأخر. ده احنا قايلين اصلا ان كل ده كان كريتيكال، مفيش اي تغيير، هما زي ما هما كريتيكال، بس الفرق ان بدل ما كان عليه توتال فلوت بزيرو بقى عليه بسالب 5. طب ما نفلتر على اللونجست كده. ايه ده بقى عندك مسار واحد بس، المسار اللي تحت. طب اللي فوق راح فين؟ اختفى. هو احنا مش قلنا اللونجست هو كريتيكال؟ لا، اللونجست مش هو كريتيكال. في بداية المشروع اللونجست هو الكريتيكال فعلا. انما دلوقتي انت عندك مسارين مختلفين. المسارين كريتيكال فعلا، بس مين فيهم اطول مسار؟ هو المسار اللي تحت. يعني بطريقة بسيطة اللونجست بس هو اطول مسار، انما الكريتيكال بس هو المسار الحرج للمشروع اللي عليه توتال فلوت بزيرو او ما بعد الزيرو. يعني ايه ما بعد الزيرو؟ يعني لو انت حاطط توتال فلوت، لو حاطط عليه كونسترين ان هو يخلص مثلا ماست فينيش باي 1 ديسمبر. طب هو خلص 7 ديسمبر، خلاص بقى كريتيكال. هو اوريدي كريتيكال، ده اتأخر، هو كريتيكال. طب هو كان 1 ديسمبر بس، زي اللي فوق، زي المسار اللي فوق، برضه كريتيكال. ما هو ده الكريتيكال بالنسبة لي لانه توتال فلوت عليه بيساوي زيرو. يعني الكريتيكال مربوط بايه؟ مربوط بالفلوت. انما اللونجست هو بياخد اطول مسار ايا كان، اطول مسار على طول، ملوش علاقة بالكونسترين بتاعك. هو بيشوف اطول حاجة او اخر حاجة المشروع بياخدها بيوصل لها. اخر حاجة المشروع وصل لها هنا كام؟ 7 ديسمبر. فين المسار بتاعه؟ هو المسار ده، يبقى ده اللونجست بس، يبقى ده مش لونجست، ده كريتيكال بس. يبقى قلنا كل لونجست كريتيكال، لكن مش كل كريتيكال لونجست. تمام. بطريقة تانية ممكن نوضح برضو، بطريقة تانية نرجع ده زي ما كان كده 10. لو قلنا بقى ان ده خلص 5 في 5 ايام. تمام. طبعا ما عادش عليه ايه؟ فلوت. بقى ايه الكريتيكال؟ هو اللي فوق بس، وبرضه الاتنين زي بعض. انا عايز دلوقتي اخلي ده مثلا انا عايز اخلص برضه بنفس المدة، 25 نوفمبر. انا حاطط هنا كونسترين، هشيله، مش عايزه. مش ه... مش ده قصدي، او مش دي الغرض من الفكرة. دلوقتي انا عايز افهم حاجة. ده خلص يوم 25 وده خلص يوم 24. تمام. بس الاتنين بالنسبة لي اصلا مش كريتيكال. ليه مش كريتيكال؟ لان عليهم سماحية، ده عليه 5 ايام فلوت وده عليه ايه؟ 6 ايام فلوت. طب تعال نفلتر كده على الكريتيكال. ايه ده؟ مفيش ولا نشاط كريتيكال. ايوه طبعا مفيش ولا نشاط كريتيكال، لان عليهم فلوت. الفلوت بكام؟ الفلوت بوزيتيف. والكريتيكال عندك مش هيظهر الا لو الفلوت بزيرو او نيجاتيف. بس هما كريتيكال على فكرة، في واحد فيهم كريتيكال. ليه؟ تعالى بقى نفلتر على اللونجست باس. طلع لك المسار رقم واحد الاطول فيهم. التاني كان هيخلص يوم 24، ده ما هيخلص يوم 25. يبقى هو اللونجست باس دايركت بيخش على اطول مسار ايا كان، اللي هو يوم كام؟ 25. يبقى ده اللونجست. واحنا عارفين ان اللونجست هو كريتيكال باس. ليه بقى؟ لان هو انا عندي سماحيه 5 ايام،
بس الانشطه دي هي الانشطه الحرجه بالنسبه لي، لان اي تاخير عليها زياده عن ال5 ايام، او يعني دي ليها اعتبار او اولويه بريورتي عن المسار التاني. يعني هي لونجست ومش ظاهر عليا ان هي كريتيكال، لكن هي كريتيكال برضو، يعني هي تعتبر كريتيكال، لان قلنا ان اي لونجست هو كريتيكال، لكن مش اي كريتيكال لونجست. دي الفكره ان احنا حابين نوصلها بالطريقه دي. يبقى في بدايه المشروع بالنسبه لك الاتنين هيبقوا زي بعض. لو ضفت كونسترين معين هيطلع لك اكتر من كريتيكال باس، لكن هي برضه هو لونجست باس واحد. اثناء الابديت بيبقى عندك نيجاتيف فلوت كبيره مثلا في مسارات مختلفه، عندك تاخيرات. التاخيرات دي بيطلع لك مسارات مختلفه من يعني مثلا فلوت نشاط عليه -20 يوم فلوت، ونشاط عليه -15، وفي نشاط عليه زيرو. اللونجست باس بيوصل لحد -20، اللي هو اكبر فلوت، اكبر نيجاتيف فلوت، او اكبر تاخير عامه في المشروع، اخر حاجه في المشروع. انما الكريتيكال اي حاجه تجاوزت الزيرو فلوت هي كريتيكال او بتساوي زيرو. لو ممكن يبقى عندي 5 او 6 مسارات كريتيكال، لكن هو مسار واحد لونجست. يبقى الخلاصه اللونجست باس هو اطول مسار، ايا كان المسار ده الفلوت عليه بكام، هو اطول مسار هو اللونجست باس. انما كريتيكال باس هو المسار الحرج ان اللي عليه توتال فلوت بيساوي زيرو او نيجاتيف. نيجاتيف ده بيبدأ يظهر امتى معاك؟ اثناء الابديتس يظهر لك اكتر من مسار حرج، لكن هو لونجست باس واحد. فاحنا ممكن نعتبر طبعا اللونجست باس هو كريتيكال باس، لكن العكس مش صحيح.